هي الحياة. انت احسبها، انت هي فوتي على المرحاض، اخذ الطعام والاكل والرجعة غسل الصحن وترجع، كلها بتاخذ 10 دقائق و10 دقائق و10 دقائق، يعني ابو نص ساعة زمان. هاي حياتك. طيب ما عداها شو بدك تساوي؟ تتلقح وتصفن اي صفن ابنان. هذا يعني اتصال مع العالم الخارجي. ما بعرف اذا عم تفهمني منيح. الشغله الثاني، اي صفنه بيجيك هاجس الطلعه وضروره الطلعه. طيب هالحالتين شو بتساوي فيهم؟ بيهدوك هد ابن العم. انا حليتها بطريقه اخرى، ما سمحت لنفسي خلي الوقت اقعد انا اصفن، طبعا ضمن امكانياتي. يعني صرت لخبص. شو بدي لخبص ما لخبص، طلع معي انه انا يوم بالصدف، يعني شغلة انا عم دور بالزباله شو في اغراض خرج انتفع فيها وما انتفع فيها، طلع معي الشوربه فيها هالحبات الصغيره وشقفه خرقه وشو كذا. اجى على بالي ايام التجهيز كيف كنت انا بميل للرسم. حظيت بشرشف مجوز. بتعرف شو معنات الشرشف المجوز؟ يعني اكثر يعني. وين لقيته؟ لقيته بمنفردي قدامي، مساحته اكبر من المنفردي تبعي. كنت مده، لانه منفردي ما كان عندي شيء، مده واعمل نقشي منظر طبيعي، لوحه من هالزعبره هاي تبع الحب السودي تبع الشوربه. كيف تلاقي بعدين الحب السودي؟ بيني انت ابن عم وانت عم تاخذها، انا شو احطها بتمي. هاي السودي قاسي، مثل شلون الختيار اللي بيكون اسنانه رايحه ما بيقدر ينضغ، بيلزق، بحط لسانه على سقفه، ببين القاسي رأسا بطالع بلسانه بحطها مع جنب، طالع بلسانه وبحطها مع جنب. الطري بكون معناتها هي العدسة تبلعها. كم وحدة كان عندك؟ عندي بالألوف، اكياس ساويت اكياس، كيس نايلو يعني بالألوف. ليش كل نهار يشربوك بشوربة عدس؟ يعني غالبا بيجي المساء، يعني إذا قلنا بالأسبوع لا أقل عن 4 أيام في شوربة عدس. هاللوحة هاي الكبيرة اللي ساويها ما كان النهار يكفيني، ما كان يكفيني النهار. يصير وقت الغداء اتمنى انه ما يجي الغداء، لانه هذا يعني انك بدك ترجع تخرب مشان تحط مكان للاكل، تحط الاكل، بدك تقوم بسرعة. هاي ما عندي صمغ للزقة، يعني بصعوبة انت لحتى تخليها تتوازن توقف، يرجع الخبط رجع. مثل هذا ابو الصخرة تبع سيزيف شو بسموه، بيطالع الصخرة على الجبل بترد تنزل، برد بيطالع الصخرة على الجبل بترد تنزل. وانا بمسك هالحبة بركزها، تيجي حالي بتخربها، برد برجعها بتخربها، وهكذا عم بشتغل. اعتقد النقطة الثالثة الحركة. لا الحركة،
مو الأكل. لأنه السجين من مصاعبه في حياة السجن، خصوصا إذا عايش منفردة، قاعد مبطبط، بياكل وبيشرب، يا متلقح يا متربع يا كذا إلى آخره. جسمك بينهد بدون حركة، فأنت بحاجة إلى حركة، إلى مشي، إلى رياضة، عشان تعود تخلي عضويتك مرنة. كيف كنت تقدر تمشي بزنزانة مترين؟ كنت ألعب رياضة بالزنزانة أنا بالعام. كنت ألعب رياضة حقيقية يعني. بس اللي كان يضايقني لما ابذل جهد كبير ورائحة كريهة، دوخ أحيانا، ضيق نفسي، فأنا افتح الباب استأذن من السجان انه الله يخليك بدي مد تمي هيك وانفي واستنشق هواء شهيق وزفير. اعمل هواء شهيق وزفير كان يوصل لاخر الكوريدور، فاذا صدف ضابط جاي او كذا لك شو هذا، منو هذا اللي عم يشخر، منو هذا كذا يا اخي. عرفت شلون؟ انه هواء الكوريدور انظف من هواء الزنزاني، رغم انه هواء الكوريدور ايضا فاسد يعني. النقطة الرابعة العناية بصحتك ما أمكن طبعا، وخصوصا طعامك لازم ما تستهتر فيه مثل ما بيستهتروا البعض، هاي الأكل باكلها وهاي ما باكلها. لازم تاكل التراب في سبيل أن تحيا. شو بتشعر لما بتمر قدام الميتم؟ بحنين للطفولة، حنين؟ الطفولة اللي حبيتها من كل قلبي. طفولة إن كنت عايش في إلي أهل آخرين، كيف كنا متمردين بدون وعي وشياطين مثل ما بيقولوا، الطفل شيطان. دخل معنا وعي ضد الظلم، شعور انه الفقر في الحياة ظلم، يعني مو صحيح مثل ما بيقولوا انه هذا نصيب او هذا قدر من الله او شيء. كنا متمردين على هالصيغة وهي شربونا فيها الاساتذة. ابو هشام، بتعرف شو صار هلا الميتم؟ هلا هذا بادلوا الميتم جديد بالوعر، بهذا اخذته البلديه مقابل الارض. بتعرف شو صار بالبلديه؟ ما بعرف، ما فت والله لجوا كدائره، ما بعرف. هون مؤسسات للبلديه، عليك شو حاطين هون؟ مصلحه ايش؟ والله نظافه، وهيك اظن مصلحه النظافه. انت تابع للبلديه. قديش صار لك ما داخل عليه؟ من يوم ما قلعونا، قلعتنا الإدارة
من هون شكوا علي عم حرض التلاميذ وكذا، يعني مشان يحسنوا اكلهم وشو، بس رجعت معلم صرت اتدخل بالصغيره والكبيره، مو بس انه عم اعطي درسي وبطلع. ما بتحب تدخل هلا تشوف؟ هلا لا، ليه؟ ما بدي هلا يصير بنفسي ذكريات، بحب ادخل لحالي مو برفقتكم. ليش؟ هيك لانه بصير تجلي عند الانسان والذاكره حيه اكثر. انتم بدكم تاخذوا لقطات ما يفيدكم قد لا يفيدني، يعني عندي شيء خاص، يعني مثلا خصوصا المكان اللي كنت نام فيه فوق بالمجح، هذاك كانت العجب. بتخاف تشوف طلاب الايتام هلا بتاثر فيك؟ ما بتنقبض نفسي، يعني بحب الهرب من هالشغلات هي، يعني هيك بحس انا نفسي بالتقصير ازاهم. شو ساويت لهم يعني خلال هال 30 سنة؟ مثل يعني صديق هاجره وبتحبه وما عملت له شيء، ما بتكون خجلان كثير؟ ما بتخجل من حالك؟ بتحس انه الطفل الشيطان اللي جواتك لما كنت انت وصغير لساته جواتك؟ لساته لسه موضوع التمرد لساتها هي نفسها ما تغيرت، تقول كأنها محفورة. ما بحب ارضى، ما بحس بالرضا بكل شيء، رغم انه بكون رضيان بس بحس انه بدي كمان لحد هلا. هي لذلك بقول لك يعني شغلة الميتة بالنسبة لي كبيرة. ابو هشام، ما بتحس انه شوي تحاول تتجنب الحنين للماضي او بحاول اتجنبه. ليش؟ ما بحب الماضي. بتخاف من ضعفك؟ لا ما بس بخاف من ضعفي، بحب انه هذا الماضي لازم نتجاوزه، يعني لازم نغيره، لازم نلاقي شيء جديد. يعني العودة للماضي بتحس انه الماضي كان قاسي.